عشنا في الأسبوع الماضي لحظات عصيبة جدا بعد مشاهد درامية تتعلق بموت غير عادي للمغربي المهاجر المغربي عبد الرحيم فكير يوم 20 يوليوز بمدينة بولونيا الإيطالية. تلتها تنظيم احتجاجات بكل مدينة بولونيا وميلانو وغيرها من المناطق الأخرى. كان أغلب المشاركين في هذه الاحتجاجات وفي هذه الوقفات وفي هذه المسيرات الاحتجاجية السلمية كان أغلب المشاركين هم إيطاليين ومن مغاربة إيطاليا وأيضا من جنسيات أخرى. رفعوا مطلبا واحدا ووحيد وهو تحقيق العدالة في مقتل أو موت المغربي عبد الرحيم فكير. وبما أن الشيء بالشيء يذكر أو ما لقيصر لقيصر، فيجب هنا الإشادة ببلاغ وزارة الخارجية المغربية، يجب الإشادة ببلاغ السفارة المغربية بروما، وكذا بتحركات قنصلية بولونيا المغربي بولونيا من أجل المتابعة عن كتب لهذا الملف وتقديم التعازي لعائلة ولأسرة المرحوم عبد الرحيم فكير. بالموازاة مع هذا التحرك الشعبي والدبلوماسي لاحظنا تحركا دبلوماسيا ايطاليا من خلال تحرك بلاغ ديال السفاره ديال ايطاليا بالرباط وكذا قنصليه ايطاليا بالدار البيضاء، واستقبالهما لارمله المرحوم فكير بتعليمات من وزير الخارجيه الايطاليه انطونيو تاجاني وتنظيم وقفه احتجاجيه سلميه امام قنصليه ايطاليا بالدار البيضاء. الملف الان وفي يد القضاء الايطالي وننتظر تحقيق العداله لا محاله في هذا الملف، خاصه ما يعرف وعرف عن القضاء الايطالي من استقلاليه وقوه، مع استمرار المتابعات على طبيعه الحال سواء الاعلاميه او على صفحات التواصل الاجتماعي. لكن في خضم كل هذه الاحداث وفي خضم انشغالات مغاربه ايطاليا في حديث ديال الموت ديال فكير والالتفاف حول الاسره ديالو وتقديم التعازي والعزاء لهذه الاسره هذه، والانشغالات مغربه ايطاليا بترتيبات وتحضيرات لموسم العوده في اطار عمليه مرحبا ديال 2026. لوحظ ان وفد من الانفصاليين البوليزاريو كان ينتقل من بلد الى اخرى ومن مدينه الى اخرى ومن جهه الى اخرى، يتسولون باطفال صغار ديال المخيمات، يسوقون لاطروحتهم الباليه حتى بعد صدور القرار الاممي رقم 2797 والقاضي باعتماد الحكم الذاتي كاساس واقعي ووحيد لكل تفاوض من اجل حل هذا النزاع ديال الصحراء المغربيه، بالموازاة مع اعترافات واجماع دولي من دول وازنه كاسبانيا الدوله المستعمره السابقه. اقول ان وفد ديال المرتزقه البوليزاريو حل بالجمعيه العامه لكل من جهتي ايميليا رومانيا والتوسكانا، حيث تم تجديد اتفاقيه التعاون والصداقه وهلم جرة من هذا الكلام. لكن المثير للسخريه هو الصفه التي يتم بها تقديم اعضاء الانفصاليين البوليزاريو للمسؤولين الايطاليين سواء امام جهات ايميليا رومانيا او جهات التوسكانا، اذ يتم تقديم المرتزقه بهويات مزيفه كوالي مدينه العيون مثلا او والي مدينه الداخله، في حين ان نحن نعرف ان الوالي ديال مدينه العيون الصقر الحمراء هو السيد عبد السلام بكرات، وان السيد علي خليل هو والي الداخله والذهاب. من هنا يتضح ان بوليزاريو تسعى الى خلق جغرافيا موازيه، خلق مسؤولين موازيين وخلق عالم موازي. تذكروا من قال هذا الكلام. هذا العالم الموازي لا يشكل الحقيقة الجغرافية، بل تسعى بوليزاريو إلى خلق جغرافيا موازية، وهذا مدخل مهم للتساؤل حول
مصير المساعدات الإنسانية والمعونات والأدوات اللوجستيكية. صحيح أن هناك أصوات من داخل البرلمان الأوروبي قد صاغت في مرحلة معينة قرارات مهمة بناء على تحقيقات ميدانية وإعلامية واستقصائية إعلامية أفادت بأن البوليزاريو يعيد بيع تلك المساعدات والإعانات، وبالتالي لا يستفيد منها لا الأطفال ولا النساء بمخيمات تندوف. لكنهم يا أخي لا يملكون ذرة الخجل، إذ كيف يعقدون اتفاق باسم مدينة العيون مثلا أو العيون مثلا أو الداخلة؟ لأنه هنا يجب التنبيه إلى وجود حقيقي لمدينة العيون المغربية الحقيقية مقابل خيام تحمل اسم العيون بتندوف الجزائرية. أكثر من هذا عندما نسمع مثلا بإعادة تجديد توأمة مدينة براتو الإيطالية مع الداخلة، من جهة أولى نحن نعرف أن مدينة براتو توجد هي إحدى ضواحي مدينة فلورنس الإيطالية. نعرف الفاعلين الاقتصاديين ديالها، نعرف الفاعلين السياسيين، نعرف الفاعلين الثقافيين، ونعرف أيضا جغرافية المدينة والجغرافيا. هذا من جهة أولى. من جهة ثانية، عن أي مدينة داخلة تتحدثون؟ عن أي جغرافيا، عن أي إحداثيات؟ هذه إذن هي بعض صور العالم الموازي للانفصاليين. اليوم نحن العدد ديالنا كمغاربة إيطاليين يفوق 600-700 ألف مغربي يعيشون هنا بإيطاليا، ويضخون في ميزانيات البلديات والجهات أرقام مهمة في كل شهر، سواء عبر اقتطاعات ومساهمات ضريبية. وهذا هذا حق واجب على أي مواطن أنه يدفع الضرائب. لكن بمعنى آخر أن تلك البلديات التي ترسل ولا الجهات ترسل مساعدات مجهولة المصير للبوليزاريو، جزء كبير منها هو يدخل ضمن قطاعات مغاربة إيطاليا. من هنا نعتقد بضرورة الرفع من منسوب مراسلة هذه الجمعيات المغربية وكذا مسؤولين المساجد وأيضا بعض الفعاليات المعروفة ديال المغاربة هنا. يجب مراسلات البلديات الإيطالية التي تدعم الجغرافيا الموازية، تدعم المسؤولين المزيفين الوهميين الموازيين، وتدعم العالم الموازي. لا بد من فضح هذه حالات تزييف الحقائق الحقائق التاريخية، ومن تزييف الحقائق الجغرافية أمام الإعلام وأمام المسؤولين الإيطاليين. السؤال: إلى متى يستمر هذا العبث؟ والسلام عليكم.